السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم مربى البلح، ودي من أحلى وألذ أنواع المربى. البلح دلوقتي أوانه متوفر وسعره رخيص جدا، والطريقة سهلة جدا. ممكن نعملها بالبلح الأصفر السماني أو البلح الأحمر اللي موجود عندكم واللي بتفضلوه. يلا بينا نسمي الله ونبدأ ونشوف الطريقة. بسم الله. اول حاجة عندي كمية البلح اللي هعمله، غسلته كويس ونضفته، وتراعي البلح لما تجيبيه تكون البلحة كده كبيرة مليانة، ما تكونش صغيرة وناشفة. كمية البلح دي 2 كيلو ونص، عشان بعد ما اقشر البلح واخرج النوى هيقل وزنه، وهيكون الوزن الصافي 2 كيلو. فلو هتعملي كيلو بلح واحد اشتري كيلو وربع. هبدأ أقشر البلح، قشريه بالمقشرة أو السكينة، قشريه بالطريقة اللي تريحك. أهم حاجة أقشر البلحة كويس واتخلص من كل القشر اللي عليها، وبعد كده ببتدي بفتحها بالسكينة لنصين وبطلع النوى منها، بقشر واحدة تانية، وهنا بوريكم بقشرها بالسكينة تتقشر برضو بكل سهولة. طيب لو انتي عايزة تعملي البلحة سليمة من غير ما تقسميها لنصين، بتعملي شق في البلحة بالسكينة بالراحة لغاية ما بتوصلي للنوايا، وبطرف صباعك بتبتدي تسندي في الشق، بتفتحيه فتحة بسيطة، وعن طريق السكينة ببتدي بزحزح واخرج النوايا، بزحزحها من مكانها، وبالراحة كده ببتدي بخرج النوايا، بتخرج بمنتهى السهولة، وبتحافظي على البلحة سليمة زي ما هي. ممكن تحطي بدال النوايا فول سوداني أو لوز تحشي البلح بيه. وهنا خلصت تقشير كل كمية البلح اللي عندي، وقسمت كل بلحة نصين. لو انتوا حابين تقطعوا البلح لقطع صغيرة زي ما تحبوا. ونقلت البلح لحلة، ولازم الحلة تكون واسعة وتقيلة عشان المربى ما تتلسعش. وهبتدي اضيف المية، بضيف لكل كيلو حوالي 2.5 كوباية. انا هنا ضفت 5 كوبايات على ال2 كيلو. عايزة المية يدوب تكون مغطية البلح، ما تكونش اكتر من كده. وهضيف السكر لكل كيلو لنص كيلو من السكر، يعني 2.5 كوبايات بمج الشاي العادي اللي موجود في كل بيت ده. لو حابين تقللوا كمية السكر ممكن تكتفوا ب2 كوبايات بس من السكر، هتطلع المربى برضو مظبوطة معاكم وجميلة. انا هنا ضفت كيلو من السكر لاني عاملة 2 كيلو من البلح. قلبت كويس السكر في المية والبلح قبل ما احط باقي الاضافات. ودلوقتي هضيف عصير الليمون، كل كيلو لعصير نص ليمونة. انا هحط هنا عصير ليمونة كاملة. وهحط دلوقتي القرنفل اللي بيميز مربى البلح، انا هحط هنا 10 اعواد من القرنفل لكل كيلو، 5 اعواد، ولازم تكوني عداهم عشان بعد كده لما تستوي المربى هنطلعهم منها. وممكن لو حابة تحطي عودين من القرفة، بس القرنفل أساسي وبيدي طعم حلو قوي ومميز للمربى. وبرفع الحلة على النار. النار في الأول بتكون متوسطة مع استمرار التقليب، وكل ما بيظهر ريم بشيله عشان المربى بتاعتنا تكون صافية وجميلة. وبعد ما بشيل كل الريم اللي بيظهر عندي وابتدت المربى تغلي، ههدي النار جدا. لازم المربى بتتسوى على نار هادية جدا، طبعا مع استمرار التقليب من وقت للتاني. في بداية التسوية لون البلح بيكون أصفر، وبعدين بيتحول للون الشفاف، والمية بتبتدي يتغير لونها زي ما انتم ملاحظين كده. المية لونها ابتدى يكون وردي وردي فاتح، والبلح كمان دخل على لون وردي، وده طبيعي لأن البلح بيحتوي على كمية كبيرة من الحديد. وبسيبه على نار هادية مع استمرار التقليب لغاية ما البلح بيستوي والسيرب أو المية اللي معاه بتبتدي تتقل. مدة التسوية بتكون من ساعة إلا ربع لساعة، وبأكد تاني على نار هادية جدا عشان المربى تكون مظبوطة وما تتلسعش منكم. وهنا بعد ساعة الا ربع البلح استوى، انا اختبرته بالشوكة لقيته استوى، والسيرب ابتدى يتقل شوية. لسه هسيبه تاني لغاية ما يتقل اكتر،
ويكون زي سيرب الحلويات، زي الشربات التقيل اللي بنعمله. ما تستعجليش على المربى، لازم تاخد وقتها. وهنا هبتدي اطلع اعواد القرنفل اللي حطيتها. خلاص كده ادت دورها ونزلت الطعم بتاعها في المربى. وهنا بعد ساعة المربى بقت جاهزة. السيرب او الشربات عقد وبقى تقيل جدا. خلاص هطفي عليها النار. وهنا بعد ما نزلتها من على النار بسيبها تهدى شوية قبل ما احفظها في البرطمانات. وهنا بعد ما المربى هديت شوية باخد جزء منها هضربه في الخلاط. للي حابب المربى تكون كريمية، وانا كمان بستخدمها في الحشوات فلازم تكون كريمي. وبحط مع البلح شوية من السيرب عشان يتضرب كويس. بضربها كده ضربة خفيفة، يعني مدة دقيقة بس لغاية ما تنعم شوية، مش اكتر من كده. وده بيكون شكل المربى بتاعتنا. عملنا منها الكريمي، لونها جميل وقوامها مظبوط جدا والطعم احلى واحلى. عملنا الكريمي وعملنا القطع احلى كتير من المربى اللي بنشتريها. طبعا عارفين قوامها بيكون خفيف ازاي، غير المواد الحافظة والاضافات اللي بتكون عليها. وكمان انت عاملة الحاجة بنظافة وضامنة المكونات اللي عاملة بيها. وهنا بعد المربى ما هديت شوية حفظتها في برطمانات معقمة وناشفة ما فيهاش اثر للمية، وبنحفظها في التلاجة. يلا بقى قوموا اعملوها لولادكم لسندوتشات المدرسة، بتدي طاقة. والبلح مليان بالمعادن، بيقولوا عليه منجم المعادن، مهمة جدا لصحة الجسم وللتركيز والفهم. وبكده أكون وصلت نهاية الفيديو. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.